يا مساء الفل يا حلوين، وحشتونا قد الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي افضل حال. النهارده يا جماعة قررت ان انا انزل اجيب شوية طلبات للشقة، وبما اني طبعا عاملة حساب ان انا انزل اجيب شوية طلبات، فقلت لمحمد من امبارح ان هو يودينا بالعربية. هو طبعا رفض ان هو يودينا بالعربية. قمت النهارده بقى جهزت وجهزت الاولاد وخدت مفتاح العربية من وراه وهو دلوقتي نايم. هخش دلوقتي عشان اغصب عليه ان هو يودينا بالعربيه. هقول له ان انا اللي هسوق العربيه، وطبعا هنشوف. طبعا هو عارف ان انا ما بعرفش اسوق، هيشوف ردة فعله ايه. خليكم بقى معانا، بس ما تنسوش طبعا يا جماعه تشجعونا بلايكات كتير للفيديو وكومنتات اكتر. يلا بقى نتابع الفيديو مع بعض ونشوف ردة فعل محمد ايه. كده بقى يا جماعه انا داخله كده على الاوضه جوه، هو نايم. طبعا ايه، حاطط في بطنه بطيخه صيف ان احنا رايحين ولا جايين. نخش بقى ايه نصحي كده ونشوف ايه هيقول لنا ايه. بس يا كوكو، ايه ده النور يا كريم يا عم. محمد محمد محمد، ايه. قوم يلا عشان تيجي معانا. حاجة معاك فين؟ هنجيب شويه حاجات. حاجات ايه؟ حاجات للبيت، مش انا قايلك امبارح؟ يا ستي روح انت يا ستي. يا ستي روح انت يا ستي. يا ايه انا مالك، انا مش جاي. ايه روح انت، روح انت اللي تعبان عايز انام. يعني انا هروح بالعيال لوحدي؟ انا مش عارفه اروح بالعيال ولا عارفه اسوق ولا عارفه اجيب اي حاجه. تعالى بس ودينا وارجع وبتعالى خدنا. ايه روح انت بس عشان خاطر. هتيجي؟ لا مش جاي. مش جاي؟ طب على فكره انا خدت مفتاح العربيه اهو. اهو. تعمل ايه بمفتاح العربية هروح ايه؟ بقى انا وكريم وعمر وعمور الصغير، نروح بقى ايه ورسينا على الله. هتروح الزمن انت ما بتعرفش تسوي. هات المفتاح ده بس. لا انت بتصوري كده، هات المفتاح لا ده بس. هات لا، المفتاح. خليك بقى. يلا يا هات كريم، يلا يا المفتاح. عم، يلا يا كريم. ايه هات المفتاح يا لا كريم. يلا يا كوكو، يلا يا كوكو. احنا طلعنا. هات بس المفتاح ما انا مش يلا جاي تخبط العيال بس ولا جاي ايه؟ العيال ولا العربية؟ هاجي معاك هغير واجي معاك. طب ما تغير. سيب الكاميرا بس. لا غير. هغير واجي معاك. غير. هغير واجي طب معاك. انا واقفة اهو. هغير. انت هتروح فين؟ المفتاح معايا. طب انت هتروح فين؟ هجيب شوية حاجات، مش انا قايله لك؟ هتتسوقي وتلف بقى وتتعبينا زي كل مره تقعدي بالساعتين لا ثلاثه. لا والله يا عارف حاج. الحاجات دي انا ما بحبهاش لا، عيب بصراحه. عليك يا ابو كريم. عملت غدا ولا لسه الاول؟ مش لما اجيب. وانا جبت عشان اعمل. طب هتعملي لنا ايه بقى؟ اعمل لك سمك. هتعملي السمك اللي قلت لك عليه. اه حاضر ماشي، يلا. هاتي بقى. دمك على كريمك خلاص مضروب، خلاص. المفتاح هجيب معايا. معاك هغير واجي. طب يلا. نجيبها للستات اهو. هننزل بقى يلا. يلا فين العيال؟ نزلوا سبقونا، معاش معانا غير عمورة بس. طب يلا يا ست ونخلص من اليوم بتاعك ده. يلا يا محمد هنبقى سويه. هات الشنطة ده يلا بقى معلش. اقفل الكاميرا بقى دلوقتي. افتح يلا. افتحولي. افتحولي مخصوص. اوبا. هنا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده احنا بقى يعني داخلين على السوق وهنروح بقى عشان نجيب الحاجات لآية بعد ما هي كانت عايزة تعمل فيها المقلب والكلام ده وتاخد مني المفتاح العربية، وهي لا بتعرف تسوق ولا بتعرف تعمل أي حاجة. يعني غصبتني كده يعني اللي انا اصحى اروح اجيب معاها الحاجات، وفعلا كان لازم أنا اصحى عشان اجيب معاها الحاجات لان الحاجات دي كانت ناقصة من الشقة. وزي ما انتم شايفين كده احنا داخلين على السوق خلاص، هنركن وننزل بقى ونروح نجيب الحاجات اللي هي طبعا يعني محتاجاها. هنا بقى نزلنا السوق زي ما انتم شايفين، آية بتنقي الطماطم بقى وبتنقي الحاجات اللي هي عايزاها. موال السوق ده يا جماعة أنا أساسا يعني ما بحبش، يعني هي أول ما بتروح السوق ده بصوا كده كأنها لقت لقية، بتبقى مش عايزة تتنقل من السوق، بيبقى هين عليها يعني تعبي السوق ده كله وتاخده وهي مروحة. بالها طويل قوي في حكاية التسوق ده، وبصراحة الواحد فينا يعني ما بيحبش البال الطويل وما بيحبش الحاجة دي. الواحد بيبقى عايز سريع سريع، اوام اوام، ما بيحبش الانتظار ولا بيحب الحاجة دي. فهنا ده اول ما نزلت على طول شافت الراجل بتاع الطماطم ده، قالت بس انا هجيب منه بقى. عمالة تنقي هنا بقى ومزاجها حلو كده زي ما انتم شايفين كده، عمالة تضحك ومبسوطة. هتلف ولسه هتتجول وهتاخد بقى جولات هنا وهنا هتتعبنا معاها بصراحة يعني يا جماعة، هتتعبنا معاها. عمر واقف ماسك عمورة اهوت يا جماعة وبيقول لكم حطوا لايك. طبعا خلصت الآية، خلصت الطماطم وخلصت الحاجات اللي هي كانت عايزاها من هنا،
وراحت بقى عشان تجيب السمك اللي ايه اللي الواحد بيحبه بقى يا جماعه، يعني السمك البلاميطه. هتشتري لنا بقى وتجيب لنا السمك البلاميطه. وادي كوكو يا جماعه واقف اهو برضك بيصبح عليكم. الراجل هيوزن لنا ويظبط العمل، وهنجيبه بقى وهي بقى تيجي توريكم بقى طريقة التحضير بتاعه، وازاي هي بتطبخه وازاي هي بتعمله. الطريقة اللي هي بصراحة انا بحب الطريقة دي يا جماعة. يعني انا ما بحبش انواع السمك كتيرة قوي، يعني ما بحبش السمك اللي هو مثلا مقلي، انا احب المشوي. بس المقلي والحاجات اللي بتشرب زيوت والحاجات دي انا بصراحة ما بحبش الحاجات اللي بتشرب زيوت. هنا بعد ما خلصنا شراء السمك قالت لازم أنا اجيب شوية فاكهة وشوية حاجات يعني متطلبات الشقة والكلام ده. فدخلت طبعا على بتاع الفاكهة كمان تاخد جولة كمان فيه، وهتفضل برضك تنقي وتجيب اللي هي عايزاه من هنا ومن هنا. وطبعا الواحد واقف برضك على اخره وعايزها تخلص. ده انا قلت لكم هي بصوا، اول ما بتنزل السوق كده بتنطلق فيه، بتبقى مش عايزه تروح، عايزه تفضل تلف في السوق كده من اول النهار لحد اخر النهار. هي كده انا عارفها، عشان كده ببقى حامل اليوم اللي هي هتقول لي فيه احنا عايزين نروح السوق بصراحه يعني. طبعا يا جماعه احنا رحنا اتسوقنا، ودي الحاجات اللي ايه اشتريتها من السوق ولففتنا عليها، خلتني اصحى من النوم عشان خاطر تجيب الحاجات دي. فين بقى السمك بقى اللي انا قلت لك عليها ماشي، دي؟ انا طلعتها عشان خاطر الحاجه الجو حار، الحاجه هات هتبوظ. ماشي، هات السمك. اهم حاجه تعملي لي الطبخه اللي انا عايزها النهارده. طلعها في الطبق اهو، بس ايه، اما اوسع مكان بس دي كده، حاجه الطماطم دي كده هنا. ماشي. هاتي لي بس انت السمك، خش عليها بالسمك الاول كده وظبطي بقى وابداي اشتغلي. حاضر. ابداي اشتغلي انا كده جايه اصلا من عشان السوق هلكانيه. هو عايز السمك ده يا جماعه ده يا جماعه ايه ده في الفرن، حمره له وحطه اسمه ايه بقى السمك ده؟ بلاميطه صح؟ هو اسمه بلاميطه كده على طول ولا له اسم تاني؟ لو له اسم تاني يا جماعه عرفونا بصراحه، يعني احنا الناس عندنا هنا بتقول بنقول فيه عليه بلاميطه على طول. اهو جميل اهو، هعمله لك واظبطه لك. اعملي بقى بالطريقه بقى اللي انت عارفاها اللي انا طبعا بحبها. و... وبرضك وري الناس الطريقه اللي انت بتعمليها عشان لو عجبهم يعني يعملوا زيك برضه. ممكن ولو حد عنده طريقه تانية احلى من كده برضك يعرفني. كانت جابت كمان بطاطس يا جماعه، موميا سوات وروات الدنيا، وجابت فاكهه طبعا وظبطت العمل. دي كانت المشتريات بتاعتنا بتاعت النهارده. جبت حاجه تاني؟ كزبره عشان اعمل بقى السمك، اهم حاجه روقت عليهم يعني كده. وهنعمل بقى السمك مع بعض وننضفه ونظبطه، وبرضه هصور لكم برضه لقطات كده من ايه، من الفيديو من اللي انا هعمله يعني. ويا خلاص. رب يعجبكم. خلاص ماشي، واحنا منتظرين بقى، ومش هاكل اي حاجه لحد ما تخلص. ماشي. مش هاكل اي حاجه لحد ما تخلص، بس انت اهم حاجه انجزي. هنجز في 5 دقايق بالظبط هتلاقي اكل جاهز. تمام. لا معاكي ساعه يا ستي، 5 دقايق. معاكي ساعه تكوني خلصت فيها. تمام ماشي. يلا. بدأت كده بقى ان انا اعمل ايه، اعمل الخلطه بتاعه السمك. قطعت هنا بصلايه وسبتها انها تتدبل شويه كده، يعني دوبك تدبل كده معانا وتاخد لون صفاري خفيف خالص. وعامله توم هنا هو هرساه ننزله عليه، وبرده قرنين شطه كده ايه حراق عشان تبقى سبايسي كده جميله. لو انت مش عايزه شطه ممكن تحطي فلفل عادي. ونقلبهم برده لحد ما تدبل معاه. وكنت بقى هنا غسلت السمك بتاعنا اهو، نضفته خالص وغسلته بليمون كده وظبطته. وبقى احمره بدقيق كده في الزيت، وبعد كده ايه عما يكون الخلطه بتاعتنا ايه اتعملت بتاعه السمك، بس تاخد بس لون معانا كمان شويه، وبعد كده انزل عليها بالطماطم كده. طبعا يا جماعه البصل والثوم والفلفل يعني ايه دبلوا خالص وتحمرهم بقى جمال خالص اهو زي ما انتم شايفين. عما دبلوا بقى كنت انا حطيت السمك بتاعنا في الدقيق عشان خاطر نحمره. هينزل بقى بالصلصه. الطماطم دي هتعمل صلصه بقى وهتعمل خلطه جميله جدا. ودي بقى هتبقى خلطه السمك بتاعنا. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده عقبال ما نحمر السمك بتاعنا في الزيت. هنا بقى يا جماعه هي الطماطم بتاعتنا اتسبكت. انا عايزاها بس ايه نص تسبيكه كده عشان لسه هتخش الفرن مع السمك فهتستوي معايا يعني. السمك حمرته اهو، ورشيت عليه ملح كمون وعصرت عليه ليمون عشان يبقى طعمه ايه جميل كده. نبدا بقى الرز دي يا جماعه كزبره وبقدونس، يعني لو انت عندك ممكن تعملي معاه طعمه جميل. هنرصه كده ايه عملنا. طبعا انا ما كنتش حطيت على الصلصه ملح غير حاجات بسيطه يعني. هحط بقى معاكم دي كمون وده ملح ودي بهارات سمك.
نقلبها وبعد كده ايه ننزل بقى مع السمك الجميل بتاعنا. طبعا التسبيكه يا جماعه ما استبكتش يعني قوي عشان لسه هتستوي في الفرن. تمام. نحط ايه نصها كده ونفرد. وبعدين ننزل بباقي البقدونس بتاعنا في الكزبره. تعالوا خساره. شويه سمك يستاهلوا بقكم. والله العظيم محمد ما بيحبش انواع السمك خالص غير السمك ده. هنحطه بقى في الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني. هنرجع بقى نلم الليله دي كلها كده عشان نغسل بقى مواعيننا ونظبط دنيتنا ومطبخنا، عشان المطبخ بقى بصراحه ايه اتدهور. ونرجع بقى نعمل الرز والسلطه. ايه ظبطت معانا اهي. هنا حطينا طبعا الزيت والسمنه، معلقه سمنه وشويه زيت كده عشان ايه يتقدحوا ونحمر فيهم الشعريه. الشعريه بقى تحمر، اكون جبت الميه عشان ايه نجهزها عشان نحطها عشان الرز يستوي فيها. طبعا الشعريه بتاعتنا احمرت وحطيت الميه المغليه عليها وحطيت الملح برضو. انزل بقى بالرز بتاعنا عشان خاطر ايه يستوي في الميه المغليه. نبدا بقى نقلبه كده ونسيبه بقى مع نفسه يستوي، يبقى احلى شويه رز مع شويه سمك مع شويه سلطه. اما الرز بقى يستوي والسمك يطلع من الفرن اكون عملت ايه السلطه بتاعتي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ده ده انت مروقه علينا بصراحه. وده طبق عشان نطلع فيه السمك. ده يا جماعه السمك اللي انا بحبه بصراحه. انا ما بحبش انواع السمك خالص، او انا مش من هواة يعني اكل السمك الا السمك اللي هو اللي هي بتعمله طبعا بالتقليه بالشغل اللي هي بتعمله ده. بصراحه انا ما اعرفش بنحب بتعمله اللغوصه ازاي، يعني. بس انا بحب يعني بيبقى طعمه حلو، عاجبني بصراحه عاجبني. بنحب اللغوصه اهم حاجه. هنجرب دلوقتي وندوقه ونقول لكم طعمه عامل ازاي. عشان نطلع في الاطباق. اجيب لكم الميه بقى يا جماعه كده تعالوا بس يكونوا معانا. الف انا شايفه يعني ليكوا ولينا. تعالوا كلوا. محمد يجيب لنا شويه ميه كده عشان ايه نبلع. ايه يا عمر زعلان؟ عمر طبعا ما بيحبش السمك فزعلان. اللي ما بيحبش السمك يقوم لي. مقموس انا مقموس. اللي ما بيحبش السمك يوسع. فين المعلقه بقى بتاعتي؟ اديني المعلقه اللي انت عملتها في البتاع. ماشي. لا خلاص لا. ادوق الاول. انت جايب لنا طبق واحد، مش عارفه تجيب طبق رز. عايزين طبق اهو فاهم؟ هجيب طبق اهو ويجي. هذا طبق رز تاني. ماشي. جامد يا جماعه بصراحه تحفه. السلطه بقى الجميله. لزوم السمك زي ما انتم عارفين، السمك بيحب السلطه. صراحه يا جماعه شويه سمك والله العظيم تحفه. بألف هنا وشفا يعني. شو محمد ما بيقولش انت زلاتينه. لا تسلم ايدك بصراحه يا جماعه، تسلم ايدك. شويه سلطه بقى ايه في الجون يا جماعه. لزوم السمك. يعني مش كل الناس تفهم في الجو. يعني جميل يعني. بس انت مشطشطه السلطه اهي، لما اكون عايزاها تاكلها لنفسك. والله السمك ما بيحلى غير ما يكون حامي. طبعا يا جماعه ايه من يعني بصوا بتعشق حاجه اسمها السمك. السمك دي بالنسبه لها كأن يوم عيد. اكلتي المفضله. كأن يوم عيد. يعني هي نفسها اللي احنا نقوم دلوقتي كلنا مع الاكل، وهي تفضل تاكل في الاكل دلوقتي يومين ثلاثه كده ولا حاجه ومزاجها حلو. ليه يعني؟ طب صح تاكلوا يا ولاء. ما انا بسيب لكم اللحمه تاكلوها انتوا. ايه رايك يا عم؟ جامد. عمر بيتضايق من السمك عشان السفن. وتنضف براه. ده يا جماعه بقى كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ويا رب فيديوهاتنا كلها. هي يا جماعه عايزه تفصل الفيديو عشان تاكل بمزاجها. لا لا والله. هي عايزه تاكل. بص هي عايزه تدوس بس هي محروقه. لا لا والله. هي عايزه تفتح على الرابع. لما انا جبت اصلا شبعت جت الرز كله. لا دي عايزه والله عايزه تفتح على الرابع. هي كده عايزه بص تخلص بقى طريقه عشان تدوس. والله شبعت.
ماشي نعم، خلاص بالأكيد. انهي ماشي. ما تنسوش كمان يا جماعه تشجعونا بلايكات كتير للفيديو وكومنتات اكتر، وتقولوا لنا كمان في الكومنتات ايه رايكم في فيديوهاتنا، ويا رب تكون بتعجبكم. نشوفكم على خير فيديوهات جديده، مع السلامه. مش عارف اتكلم، مع السلامة.